بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه فريجر، وبيكون مسافر لمدينة صحراوية علشان هيستلم شغل هناك. وبيكون قاعد بياكل، لكن بيشوف واحدة ست معاها طفل وبيكونوا جعانين. ففريجر قبل ما بينزل بيدي الست الأكل علشان تاكل هي وابنها. ولما بينزل ما بيلاقيش حد والمكان مهجور، والمفروض يقابل شخص اسمه كيس جاي علشان يوصل فريجر للشغل. فبيفضل يدور لحد ما بيلاقي واحد قاعد، فبيحاول يتكلم معاه لكن الشخص ده ما بيردش عليه ولا بيهتم بيه. ففريجر بيسأله عن مكان الحمام، فبيشاور له على مكانه من غير ما يبصله، وبيروح الحمام يغسل وشه. وهو قاعد في الحمام بينده عليه واحد وبيكون هو كيس، ويطلع فريجر ويركب معاه العربية علشان يوصله. وعلشان الجو حر فريجر بيحاول يشغل التكييف، لكن كيس بيمنعه وبيقول له لأن الموتور هيتعطل لو شغلت التكييف. وهما في الطريق كاوتش بينام، وكيس بيخلي فريجر هو اللي يغير الكاوتش، وفريجر بينفذ كلامه علشان ما عندوش حل تاني. وهو بيغير الكاوتش بيلاقي كلب بيفترس كلب، فبينصدم، لكن كيس بيروح يخلص على الكلب الجريح علشان يخلصه من الألم. ولما بيخلصهم بيرجعوا للطريق مرة تانية، وبيجي الليل ويقعدوا يولعوا نار ويدردشوا شوية. وبيجي تاني يوم وبيتحركوا بالعربية، لكن فريجر بيكون هو اللي سايق، وبيقرر انه يشغل التكييف. وبعدها بمسافة قصيرة العربية بتتعطل، وبيصحى كيس على صوت الموتور، فبيتعصب عليه ويزعقله. فبينزلوا من العربية وفريجر بيعتذر له، لكن كيس ما بيقبلش اعتذاره. فريجر بيسيبه ويروح يعمل حمام، وهو بيعمل حمام بيلاقي صخرة بتلمع، فبينادي على كيس. ولما بيجي كيس بينصدم، وبيتأكدوا ان الصخرة دهب فعلا، وبيبدأوا يحفروا حواليها علشان يطلعوها. وبيحاولوا يشدوا الصخرة بكل قوتهم لكن ما بيقدروش. فبيروح كيس يجيب عربيته علشان يشدوا الصخرة بيها، وبيشدوا الصخرة لكن الحبل بينقطع. فبيبدأوا يحفروا حوالين الصخرة طول اليوم. وقبل الغروب بيقول كيس لفريجر لازم نجمع حطب علشان المكان فيه ديابة. وبعدها بيجيبوا حطب ويولعوا نار، وبيقعدوا يرقصوا ويغنوا لأنهم بقوا أغنياء. ولما بيجي الليل بيقعدوا يتكلموا ويقولوا هيطلعوا الصخرة دي ازاي. وبيجي تاني يوم وكيس بيقول لفريجر انه هيجيب حفار بتاع واحد صاحبه، وبيسيبه وبيمشي. بعدها فريجر بيروح يحط تراب على الصخرة علشان محدش يلاحظها، وبيروح يلم حطب علشان يولع نار بالليل. وبيجي الليل وبيلاحظ ان اصوات الديابة كتير علشان لوحده. وبيجي تاني يوم ويصحى بسبب حرارة الشمس. بعدها بيقرر يدور في الصحراء، فبيلاقي حطام طيارة، فبيصنع منه خيمة وبيقعد يرتاح فيها. بعدها بيجيله مكالمة من كيس وبيقول له ان محرك العربية اتعطل وهيطول لحد ما يجيله. وبيجي الليل وبيسمع فريجر صوت الكلاب وبيلاقيها قريبة، وعرف انه مش هينام طول الليل. ولما بيجي النهار فريجر ما بيعرفش ينام من الوجع، وهو قاعد بيشرب لقى تعبان فبيحاول يقتله، فبيوقع المية واخر حبة مية معاه بيقعوا على الارض. فبيروح عند الطيارة يدور فيها، وهو بيدور بيلاقي شخص جاي عليه وبيكتشف انها بنت مش راجل. فبتسأله انت موجود هنا ليه؟ فبيرفض يجاوبها، وبيروح ناحية الخيمة، والبنت دي بتروح وراه للخيمة وبتشوف صخرة الذهب. ففريجر بيقتلها وبياخد جثتها ويولع فيها. تاني يوم كيس بيرن على فريجر وبيقول انه جاب الحفار وجاي في الطريق. بعد ما قفل معاه بيبص لها عربية، فبيقرر يمشي، لكن بيبص لقطعة الذهب وبيرجع في كلامه. وبيروح يجمع حطب، لكن وهو ماشي بتقابله عاصفة رملية شديدة، فبيحاول فريجر يجري من العاصفة. ولما بيصحى بيلاقي غصن شجرة مغروس جوه جسمه. بعدها فريجر بيخرج غصن الشجرة من جسمه وبينزف جامد، وعلشان يوقف النزيف بيجيب جزء من هدومه وحطها على الجرح، لكن الدم ما بيوقفش، فبيضطر يكوي الجرح. بعدها بيغمى عليه، وبعدها بيبدأ يشوف هلاوس ويشوف البنت اللي قتلها. بعدها بيفوق على صوت التليفون بيرن وبيكلم كيس، وفريجر بيكونش مركز معاه، وبيتفاجئ بالبنت دي قدامه وبتعرض عليه اكل وميه لكنه بيرفض، وبتسأله عن اختها التوأم، فبيقول لها ما شفتهاش، فبتشكره وتسيبه وتمشي. بعدها بيفقد فريجر الوعي، ولما بيفوق بيرن على كيس بيشوفه فين. في اللحظة دي الكلاب بتهجم عليه وتخلص عليه، والمفاجأة ان كيس بيكون شايف كل ده ومش بيتدخل لحد ما الكلاب تخلص عليه على فريجر علشان ياخد الذهب كله لوحده. وبيروح بعربيته علشان ياخد الذهب كله لوحده، لكن فجأة بياخد سهم من البنت وبيموت كيس. وبكده تكون وصلنا لنهاية الفيلم.